صباح الفل يا شباب، يا رب تكون بخير. النهارده ميعادنا مع اخر حصه واللي هيكون فيها الحل الاخراني لاخر كام سؤال بالنسبه للواجب. يلا على المذكره. بدايه من سؤال 17 في الهندسه الوراثيه، يتم استخدام البلازميدات لانتاج هرمون الانسولين لان البلازميدات ايه الميزه اللي فيها؟ لها القدرة على مضاعفة نفسها، بس مش لأنها حلقية ولا في البكتيريا بس ولا الكلام ده. هي الميزة إن هي بتعمل تتضاعف، فلما تتضاعف تعمل لي نسخ. انزيمات القصر والربط هي عبارة عن بروتينات تركيبية؟ لا تنظيمية، يبقى دي غلط. تساعد في النسخ؟ لا. تساهم في التضاعف؟ لا. التضاعف في الربط بس. يقوم بتصنيعها الريبوسومات. ليه؟ لأنها بروتين. قام مجموعة من الباحثين بإنتاج سلالة من نباتات الرز مقاومة للفيضان. فكرك كده عملوها إزاي؟ أكيد حطوا الجين المقاوم للمقاومة بتاع الفيضانات ده ودخلوه في الخلايا النباتية، يعني من الآخر عملوا لها هندسة وراثية. أي الاختيارات يمثل وظيفة البي سي ار؟ نسخ؟ لا ما بينسخش. زيادة كمية الدي ان ايه؟ ايوه. ترجمة؟ لا ما بيترجمش. الف وب طبعا مستبعدة، يبقى الإجابة زيادة الكمية لأن هو بيعمل تضاعف لكن هو ما بيعملش نسخ. ما مدى صحة العبارتين التاليتين؟ الغدد ذات النشاط الافرازي تحتاج كميه اكبر من الدي ان ايه. غلط، هي تحتاج كميه اكبر من مين؟ من البروتين. عشان كده الاولى غلط، الثانيه صح، لان هي النشاط الافرازي ده معناها افراز بروتين اكتر. اي العبارات التاليه لا تنطبق على انزيمات القصر؟ حليناها المره اللي فاتت. تؤثر على جميع الاحماض النوويه؟ لا، هي بتؤثر على الدي ان ايه بس، الباقي كله صح، حليناه المره اللي فاتت في كتاب الامتحان. قبل انتاج الانسولين البشري كانوا بيستخدموا الانسولين البجري. فكرك ايه كانت اهم مشكله؟ انه كان بيعمل للناس حساسيه، انه كان بيتسبب في ان هو يبقى عندهم اجسام مضاده. تحتوي نواة الخلية بغض النظر هي مين؟ تحتوي نواة الخلية على ايه؟ على جميع الجينات. طب امتى افكر فهي بتحتوي بتنسخ يعني ايه الحاجة الوظيفة بتاعتها؟ لما يشيل كلمة تحتوي دي ويقول لي تنشط او ينسخ ويترجم بها. نفكر بقى، دي تائية يبقى انترليوكينات. طب لو قال لي بائية يبقى ممكن ألف وممكن ب. ليه؟ طالما قال لي ينسخ ويترجم يبقى معناها وظيفتها، لكن تحتوي أي خلية محتوية على كل حاجة. اللي بعديه، إذا كان هناك 6 مواقع تعرف، فكرة كده هنحط كام سي اتش 3؟ 6 في 2، كل موقع بيكون عايز له 2 سي اتش 3 يبقى 12. الجين الذي يختلف اثره في كل البشر ولا يمكن استنساخه الا من صاحبه هو الاصغر حجما من اكس؟ يقع على الكروموسوم 8 صح. اكبر حجما من فصائل الدم؟ ايوه 8 اكبر من 9. كل ده صح، يبقى الاجابه جميع ما سبق. لدى باحث نباتين، واحد مقاوم للميكروبات ثماره صغيره وواحد ثماره كبيره بس مش مقاوم، فاراد جمع الصفات الجيده وانتاج نبات للاثنين. فكرك يستخدم ايه؟ الدي ان ايه معادل الاتحاد، اللي هو يعمل حته قصر مع قصر ويلزقهم مع بعض بعد كده. ادرس المخطط التالي وخد بالك السؤال ده مهم. ماله السؤال ده؟ حمض نووي. يعني ايه حمض نووي؟ يعني يا دي ان ايه ار ان ايه. جاب مركب يحتوي على نفس الوحدات، يبقى ده ممكن يا دكتور يكون الدي ان ايه بيتنسخ او الام ار ان ايه بيحصل له نسخ عكسي. يعني من الاخر مفيش ترجمه. طيب يبقى الجيم غلط. طب جاب مركب يحتوي على وحدات بنائيه مختلفه عنه، لا ده يبقى كده الترجم. اذا طالما ده الترجم يبقى ده مين؟ ام ار ان ايه. جبنا منه مين؟ الدي ان ايه بالعمليه اللي اسمها نسخ عكسي. طب لما يجيب وحدات بنائيه مختلفه عنه يبقى ده حصل له عمليه تكوين البروتين اللي احنا بنسميها عمليه الترجمه. فهيسال مين ايه مين بي؟ هل ايه نسخ بي نسخ؟ لا طبعا دي غلط. طب هل ايه نسخ بي ترجمه؟ برضو غلط، دي كمان غلط. مين اللي باقيه؟ د. الايه نسخ عكسي، البي ترجمه. الانزيمات المعدله اللي كانت بتخلي البكتيريا ما تهضمش روحها شبه مين في الانسان؟ شبه التي اس، كانت تخلي الانسان ما يهضمش روحه هو كمان. الانزيم الذي يفصل الجزيئات الحمض النووي الى نيوكليتيدات منفصله، دي اوكسي رايبونيوكليز. طب الى قطع صغيره، يبقى انزيمات القصر لو قال لك كده. اي مما يلي من وظائف انزيمات الربط؟ كسر الروابط الهيدروجينيه؟ غلط. تكوين روابط هيدروجينيه؟ محدش بيكونها. تضاعف الدي ان ايه؟ ممكن التضاعف بيشتغل. اصلاح العيوب لو دي ان ايه تمشي. جهاز المناعه البكتيري ماله؟ يطلق على هذه الجمله ايه؟ مين اللي عند البكتيريا بيشتغل كمناعه؟ انزيمات القصر
تكسر اي حد غريب عنها. اي الانزيمات التاليه يعمل داخل النواه الثلاثه: البلمره والار ان اي والنسخ العكسي بتاع الفيروس. انزيم النسخ العكسي يكون شريط في الاتجاه 3 ل 5 لان هو بياخد الام ار ان اي، فيكون بيكون شريط من كام لكام؟ 3 ل 5. اول من انتج جزيئات الدي ان ايه بشريه في المعمل، ده خرانه، شكل دي ان ايه صناعي. درجه الحراره الامثل لانزيم التاج بوليمريز، وبعد كده البوليمريز. التاج بوليمريز يعمل عند درجه حراره ايه؟ عاليه، يبقى ابتدي ب 100 او 100، يعني يا ب يا د. طب البوليمريز ده اللي هو بتاع جسمي، احسن حاجه لدرجه حرارته درجه حراره جسمك اللي هي 37 درجه مئويه، فالاجابه ب. تعال نروح نشوف افكار كتاب الامتحان. اي الانزيمات التاليه لا يعمل داخل النواه؟ التاج بوليمريز ده في المعمل، لكن الباقي فعلا داخل النواه. اللي بعديها الفيروس اللي عنده انزيم اكس هيجيب حمض نووي جديد عشان يندمج مع العائل. فكرك كده الانزيم اكس ده مين؟ اللي عند الفيروس ده النسخ العكسي. طب مين اللي بعد كده بيستخدمه علشان يدمج روحه؟ انزيم بلمرة الدي ان ايه عشان يخليها شريطين، فبالتبعيه الاجابه د. التاج بوليمريز اللي بيعمل في درجه حراره عاليه، قلناها الحصه اللي فاتت، بيتجاب من حاجات بكتيريا محبه للماء. ليه؟ علشان هو بيكون شغال عند درجه حراره عاليه. الشكل المقابل من ام ار ان اي جبنا دي ان ايه. ايه الانزيم اللي حطيته هنا؟ نسخ عكسي. طب ايه الانزيم اللي حطيته قدامه؟ بلمره، فبالتبعيه الاجابه ب. اي الثنائيات الانزيمات التاليه واحد عكس التاني؟ لولب وديوكس رايبونيكليز لا، قصر ولولب لا، بلمره ونسخ عكسي برضو لا، تاج بوليمريز وديوكس رايبونيكليز اهو ده بيضاعف وده بيكسر، يبقى دي هي الاجابه. 38 قول مين هما النيوكليتيدات. طبعا دي واحده بحلقه وبتعمل 3 روابط، يبقى ده السي. حلقتين وثلاثه يبقى ده الجي. حلقه وبتعمل ربطتين يبقى دي التي. حلقتين وبتعمل ربطتين الاي. فبيسال اي المركبات يتكرر بحيث يحمي احماض النوويه من التحلل. 4. ليه يا دكتور 4؟ لان الاي اللي هو بيكون دي العديد الادينين بيحمي الام ار ان اي. اي الانزيمات التاليه لا يؤدي عمله الى فصل واحد عن اتنين. اللولب يفصل، ديوكسرايبونيوكليز يفصل، القصر يفصل، نسخ عكسي ما بيفصلش، يبقى هي دي الاجابه. اللي بعديها 39 الشكل المقابل يوضح التغير في درجه حراره الانزيمات بتاعه البي سي ار. فكرك كده المكان اللي الاحسن شغل ليه بيكون ال 72. فكرك الاضافه هتكون فين؟ عند درجه الحراره 72 اللي هي لام. فعشان كده اول نقطه لام. تاني نقطه بقى في اي مرحله تكسر الروابط الهيدروجينيه كلها؟ عند صاد، لان دي اعلى درجه حراره، ومن الحصه اللي فاتت احنا عارفين ان كل ما تعلى درجه الحراره كل ما تتكسر الروابط الهيدروجينيه، فعشان كده التكسير هيكون عند صاد. اللي بعديها اذا تم السماح لألف انه يتنسخ كم مره؟ 5 مرات. فكرك هيكون عندنا كمنه كم مره؟ الواحده تبقى 2 4 8 16 32، فالاجابه 32. دكتور ممكن اعملها 2 اس ان 2 اس 5 فتطلع 32 برضه. اي مما يلي لا يعتبر من وظائف انزيمات الربط كسر الروابط الهيدروجينيه، لكن التضاعف واصلاح العيوب والكلام ده كله كان صح. كسر الروابط الهيدروجينيه دي مين يا مين؟ يا اللولب يا درجه الحراره عاليه. اي مما يلي يميز الهرمونات البشريه المنتجه بواسطه الهندسه الوراثيه؟ عاليه الجوده ونفس المفعول، مشكلتها في فلوسها. الاجابه ب. الجين اللي بيختلف اثره في كل البشر ولا يمكن استنساخه الا من صاحبه، ده اللي هو جين البصمه، يقع الكروموسوم رقم 8. اي مما يلي لا يعتبر من تقنيه الحمض النووي معادل الاتحاد. تعديل النباتات من التقنيه، اختارها لا. انتاج نباتات معدله وراثيه من التقنيه، اختارها لا. انتاج البروتينات البشريه في الخلايا البكتيريه زي الانترفيرون والانسولين من تقنيتها، اختارها لا. طب استخدام البكتيريا والكشف عن وجود مواد مسرطنه، انا ما عملتش كده المره اللي فاتت، فدي الوحيده اللي مش من التقنيه. اللي بعديه اي مما يلي يميز الانسولين التي تنتجه خلايا الحمض النووي معادل الاتحاد؟ انه بيكون مطابق للانسولين البشري، يعني بيكون زي الفل. هي مشكلته زي ما قلناها ان هي مشكله في فلوسه. 46 ركز. بلازميد معادل الاتحاد اتحط عليه انزيم قصر، والقطعه من الدي ان ايه اتحط عليه انزيم قصر، لزقت الاثنين بصاد يطلع ايه؟ صاد الربط. جبنا مركب عين بلازميد معادل الاتحاد، قلت لكم عليها المره اللي فاتت مهمه.
دخلناها في ظروف ملائمه، بقى عندنا حته الدي ان ايه والبلازميد، طلع لنا المركب لام. مين هو المركب لام؟ خد بالك هو قال لك الهرمون المفرز من بيتا بالبنكرياس، يبقى مين المركب لام؟ الانسولين. لماذا يستخدم نفس انزيم القصر؟ عشان يكون تتابعات على احد الشريطين في الاثنين عشان يعمل اطراف لاصقه. ما الذي يشير اليه كل من واحد واثنين؟ واحد جين الانسولين، اما الاثنين البلازميد من الرسمه. ماذا يمثل كل من عين ولام؟ عين بلازميد معادل اتحاد، اما اللام الانسولين، فعشان كده الاجابه ج. اذا اردنا الحصول على بروتين الكازين اجيبه من فين؟ بروتين الكازين، بروتين الكيراتين، بروتين الهيموجلوبين، اي بروتين هتجيبه من فين؟ من الدي ان ايه معادل الاتحاد. ما الحمض النووي الصناعي الذي تم ايجاده دمج سلسلتين او اكتر. اوعى تقول لي المهجن، المهجن شريطين مش سلسلتين. سلسلتين يعني قطعه بقطعه، يبقى ده دي ان ايه معادل الاتحاد. 49. ماذا تسمى هذه العمليه؟ اخد حته واحطها في البكتيريا والكلام ده كله، ده اسمه الاستنساخ. مين الانزيم المستخدم في صاد عشان تلزق حته الدي ان ايه مع البلازميد؟ انزيم الربط. ما مصدر الانزيم اللي هتجيبه من سين اللي هو انزيمات القصر؟ بتجيب منين انزيمات القصر؟ البكتيريا، من بكتيريا الاشريشيا كولاي. في المرحلة عين، لماذا يتم معالجة الخلية البكتيرية كيميائيا؟ ليه بنحط درجة حرارة وكالسيوم زي ما قلت المرة اللي فاتت؟ عشان ادخل الدي ان ايه جوه. بس انتهت الأسئلة، وبكده اللي هيكون باقي لنا المراجعات ونتقابل فيها على خير. اشوفكم على خير يا شباب، باي باي.